ليلة من ليالي الأبطال الممتعة اللي كانت مليانة بالماتشات المثيرة جدا اللي قدر فيها أرسنال اللي هو يدوس على وش بايرن في ملعب الإمارات بنتيجة 3-1. وريال مدريد لسه بيصعبها على نفسه وقدر إن هو يفوز على أولمبياكوس بعد سوبر هاتريك من مبابي، ولكن انتهت المباراة بنتيجة 4-3. الناحية التانية بقى على العكس ليفربول لسه بيندس على وشه وخسر من بي اس في بنتيجة 4-1 على ملعب أنفيلد. دول الثلاث مباريات اللي احنا هنتكلم عليهم في فيديو النهارده، وده ما يمنعش ان احنا نستعرض مع بعض نتائج مباراتين تانيين وكانوا من اقوى المباريات في الجولة، سواء مباراة بي اس جي مع توتنهام اللي انتهت بنتيجة 5-3 لبي اس جي بعد هاتريك فيتينيا المتألق، والمباراة الثانية كانت مباراة اتلتيكو مدريد وانتر اللي انتهت 2-1 لاتلتيكو بعد هدف قاتل في الدقيقة 92. خلينا نتكلم في البداية على مباراة ريال مدريد واولمبياكوس اللي انتهت بنتيجة 4-3 لريال مدريد بعد سوبر هاتريك من السفاح مبابي اللي وصل للهدف رقم 8 في دوري الأبطال الموسم ده بعد مرور 5 جولات بس من دوري الأبطال. مبابي بيقدم موسم استثنائي الموسم ده مع ريال مدريد وبيقدر ان هو يصنع الفارق مع ريال، ومبابي لما بيكون في حالته هو فينيسيوس بيصنعوا فرق كبير جدا مع ريال مدريد. بصراحة تشابي شكله كان مذاكر اولمبياكوس بشكل كويس لان هو لعب على المساحات اللي في خلف خط ظهر اولمبياكوس اللي كان بيلعب بخط دفاع متقدم، وكان بيحاول ان هو يوقع مبابي في مصيدة التسلل. بس مبابي وفيني قدروا ان هو يكسروا مصيدة التسلل دي اكتر من مرة، ونتج عن كده ان مبابي قدر يستغلها في هدفين من كورتين، واحده من فيني وواحده من كامافينجا. فيني كان عامل مباراه قويه جدا المباراه بتاعت اولمبياكوس، وقدر ان هو يستغل مهارته ويستغل المساحه اللي في ظهر الباك رايت، وقدر ان هو يصنع خطوره، وقدر ان هو كمان يصنع هدف لمبابي اللي هو الهدف الرابع. خلينا في البدايه نتكلم عن اهداف اولمبياكوس اللي لسه كوارث ريال مدريد الدفاعيه مستمره في وجود تشابي الونسو. انت بتستقبل 3 اهداف من اولمبياكوس، صراحه دفاع هش من ريال مدريد، تمركزات كارثيه، غيابات بتاثر بشكل كبير جدا على خط دفاع ريال مدريد، سواء من هاوسن سواء لابا سواء ميليتاو روديجر. انت عندك خط دفاع كامل يعتبر غايب عن الفرقه. عايزك كده في البدايه تبص معايا على هدف اولمبياكوس الاول قدام ريال مدريد وتبص على الضغط السلبي من لعيبه ريال مدريد لما يبقى في 3 لعيبه من فرقه اولمبياكوس وسط 6 لعيبه من فرقه ريال مدريد، ومع ذلك يقدر من 3 لمسات بس فريق اولمبياكوس يحرز الهدف الاول في ريال مدريد. فده معناه ان انت عندك ضغط سلبي، مفيش شراسه في الضغط، مفيش شراسه في افتكاك الكوره. لعيب وسط 3 لعيبه كامافينجا فالفيردي ومعاهم تشاوميني ومش قادرين ان هم يستخلصوا الكوره من اللاعب بتاع اولمبياكوس عشان يمررها للمهاجم ويريحها للعيب اللي جاي من الخلف عشان يحطها ببطن رجله في الزاويه. مفيش اسهل من كده، فدفاع وضغط سلبي جدا من لعيبه ريال مدريد نتج عنه الهدف الاول. على العكس بقى الناحيه الثانيه الخط الهجومي بتاعك فهو هجوم شرس جدا، زي ما كلمتك في البدايه استغلال المساحات من لعيبه ريال مدريد كان هي العامل الرئيسي في احراز معظم اهداف ريال مدريد او 3 اهداف من اهداف ريال مدريد، سواء الهدف الاول اللي قدر فيني ان هو يحطها بالخارجي لمبابي اول بس ما لمحه ان هو بيجري، ودي بقى الاتقان في الثرو باص اللي انت بتعمله لما اللعيبه او المهاجم بتاعك يتحرك في المساحه، وخصوصا لما بتلعب قدام دفاع متقدم ويكون سايب لك المساحه دي كلها وهو عارف ومدرك ان انت عندك لعيب سريع جدا زي مبابي وفينيشر جامد جدا يقدر ان هو يخلص انصاف الفرص. ومبابي في المباراه دي ما اكتفاش ان هو بس يحرز لك هدف من مساحه او من انطلاقه سريعه زي اللي هو بيعملها كل مره، لا ده اردا جولر قدر ان هو يعمل ثنائيه مع ارنولد، وارنولد حط له الكره في المساحه عشان يعمل عرضيه ومبابي يحط لك هدف بالراس. يعني الراجل مش حرمك من اي حاجه او مش حارمنا من اي حاجه كمشجعين لريال مدريد. الهدف الثالث زي ما قلت لك وهي استغلال المساحات اللي في ظهر المدافعين، كامافينجا برضو نفس الاتقان بتاع فيني، نفس التوقيت المثالي اللي يقدر ان هو يطلع لك فيه الثرو باص، وقدر ان هو يحط ثرو باص برضه يطلع امبابي انفراد من بعد نص الملعب عشان مبابي برضه يروح ويخلص الكوره ويحرز هدف. هي استغلال مساحات بس اتقان الثرو باص بتاعك هو اللي يخليك توصل في الوقت المناسب ويخليك تكسر مصيدة التسلل، وده اللي عمله لعيبه ريال مدريد بصراحه في المباراه دي بمثاليه، سواء فيني او كامافينجا في الكورتين، وعملها جولر برضو مع مبابي في الهدف بتاع فيني اللي اتحسب تسلل، بس جولر ما ظبطش التوقيت بتاع الباص عشان كده الكرة اتحسبت تسلل. برضه في الهدف الرابع واستغلال المساحة اللي في ظهر الباك رايت اللي قلت لك عليها في البداية، واستغلال مهارة فيني اللي انطلق برضه في المساحة وقدر ان هو يعدي وقدر ان هو يعمل عرضية لمبابي عشان يعمل اسيست تاني ليه في المباراة ويقدم مباراة كبيرة جدا فيني بصراحة بعد ما كان قاعد على الدكة في المباراة اللي فاتت وكان متضايق جدا. طبعا كلنا شفنا تأثير فيني لما مش بيكون موجود في الملعب، فغريبة اصلا المشاكل اللي بين تشابي وبين فيني لازم يشوفوا لها حل
لان فيني لا غنى عنه في الجبهه اليسرى بتاعت ريال مدريد، بصراحه بيصنع الفارق بشكل كبير جدا. الليله تخلص على كده وتبقى متقدم والدنيا ماشيه زي الفل معاك كمشجع ريال مدريد، لا ازاي؟ لازم دفاع ريال مدريد ينكد على اللي خلفونا ونلبس هدفين طبق الاصل من بعض. كل الفرق بين الهدفين ان واحد من ناحيه الشمال وواحد من ناحيه اليمين بس، انما الهدفين طبق الاصل من بعض، سواء الهدف الثاني لأولمبياكوس او الهدف الثالث. واحد، التمركزات الدفاعيه كارثه وبيسيب الراجل فاضي جدا عشان ياخد العرضيه ويحطها جون، مفيش اسهل من كده. طبق الكلام ده على الهدف الثالث برضه، نفس التمركزات ونفس الوقفه، مع ان الزياده العدديه للاعيبه ريال مدريد داخل ال 18 بس مفيش تمركز، مفيش لاعب ماسك لاعب. عشان كده لعيبه اولمبياكوس من عرضيتين قدروا ان هم يحرزوا هدفين، وقدروا ان هم يستغلوا ضعف التمركز بتاعك وضعف الرقابه بتاعتك عشان يقرب النتيجه ويخليها 4-3 بعد ما كنت انت مستريح، المباراه سهله بالنسبه لك، مصمم ان انت تصعب على نفسك. فاحنا لازم نشوف لنا حل يا عزيزي المدريدي في قصه الدفاع دي، لان مفيش فريق بطل ومفيش فريق بيحقق بطولات غير لما بيكون عنده دفاع قوي ودفاع صلب. ما ينفعش يبقى عندك هجوم فتاك، هجوم يقدر ان هو يخلص لك انصاف الفرص، بس ما عندكش دفاع يقدر ان هو يشيلك في المباريات الصعبة اللي انت تقدر تفوز بيها، او ان هو يقدر يستمر معاك على الوضع ده. فلو استمرنا في الوضع ده ما وعدكش ان احنا ممكن نحقق بطولات. لو شفنا حل في قصة الدفاع وقصة الاصابات اللي احنا عمالين نمر بيها لدرجة ان احنا بنلعب بكاريراس واسينسيو اللي اصلا مستواه زي الزفت، بنلعب بيهم اتنين مدافعين وبنلعب بمندي باك شمال، فلازم نشوف حل في قصه الدفاع دي في اقرب وقت ممكن عشان خاطر نكمل الموسم على خير ونقدر ان احنا نحقق بطولات الموسم ده. خلينا نروح للمباراه الثانيه وهي مباراه ارسنال وبايرن اللي انتهت بفوز ارسنال 3-1، وادى بايرن حته درس ملوش حل. وخلي بقى الليفر ده للاخر لان قصتهم قصه مع سلوت المشطب ده اللي انا اصلا مش مقتنع بيه من الموسم اللي فات. اللي عاجبني في ارسنال الموسم ده هو استمراريته وتنوع اللعب بتاعه. يعني انت النهارده في مباراه بايرن بتشوف 3 اهداف ب3 طرق مختلفه في مباراه واحده. طبعا طالما اتكلمنا على اهداف وطالما اتكلمنا على هدف لارسنال، فده ما يغفلش طبعا، لازم تتوقع اوتوماتيك ان في واحد منهم من ضربه ثابته او ضربه ركنيه خلاص بقت حاجه ثابته وحاجه متوقعه من ارسنال كل مباراه، ومفيش نادي عارف يشوف له حل مع القصه دي مع ارسنال. الهدف الثاني من ارسنال زي ما قلت لك هم بثلاث اشكال مختلفه. الهدف الثاني جه من ضغط عالي، ضغط شرس من لعيبه ارسنال على دفاعات بايرن ميونخ، مش قادرين ان هم يطلعوا بالكوره، قافلين مفاتيح خروج بايرن ميونخ، قافلين زوايا التمرير، قافلين كل حاجه، كل مان مع المان بتاعه. بايرن ميونخ مش قادر يطلع بالكوره من الخط الخلفي. رايس بيقفل زاويه التمرير، بيقدر ان هو يفتك الكوره، بيمرر الكوره ايزي بيطلع كلافيوري على الخط عشان يعمل ارضيه متقنه جامده عشان مدويكي يحط الهدف الثاني لارسنال. وكانت النتيجه وقتها ده الهدف الثاني عشان تبقى النتيجه 2-1 لارسنال في المباراه. ارسنال بصراحه كان متفوق في الضغط، متفوق في الخروج بالكوره، متفوق في الفرص، متفوق في كل حاجه على بايرن ميونخ في المباراه دي. تبديلات ارتيتا بصراحه اتت بثمارها في المباراه، لما ينزل كالافيوري من على الدكه يصنع لك هدف، مدويكي اللي نزل من على الدكه يحرز هدف، مارتينيلي اللي جاي من على الدكه برضه يحرز الهدف الثالث للارسنال بعد مرتده مثاليه من لعيبه ارسنال. بثلاث لمسات قدرت ان انت تودي مارتينيلي انفراد من نص الملعب، افتكاك للكوره من مناطق الخطوره بتاعت ارسنال بعد ما كانت هجمه لبايرن ميونخ. قدرت لعيبه ارسنال انها تفتك الكوره، 3 باص، الكوره وصلت لايزي، حط الكوره طويله لمارتينيلي عشان نوير يطلع، طبعا خروج غير موفق منه، استلامه بس من مارتينيلي طلعت نوير بره اللعب خالص وخلت المرمى امام مارتينيلي فاضي عشان يحرز الهدف الثالث ويقتل المباراة على بايرن ميونخ. يعني يا عزيزي المشاهد انت بتتكلم في فرقة عندها حلول متنوعة ان هي تحرز اهداف، بقى عندها وفرة في اللعيبة. الاول لما كان ساكا كان بيغيب او بيحصل له اصابة هو واودجارد، كنت تلاقي فرقة ارسنال عطلت، وده كانت مشكلة ارسنال في المواسم اللي فاتت. انت عمال تبني مفيش بديل قوي، مفيش لعيب يعوض حد غايب، مفيش منافسة لان كل واحد ضامن مركزه. ده نتج عنه ان انت بتيجي في النص التاني من الموسم الفرقه بتبدا تقع منك لان انت ما عندكش بدله. الموسم ده عكس كده تماما، قدرت انت توفر لعيبه كويسه، سواء ايزي سواء مدويكي كالافيوري،
فانت قدرت انت توفر لعيبه كويسه تقدر ان هي تسد لك الثغرات اللي كانت موجوده في الفرقه في السنتين اللي فاتوا. ده اللي عامل معاك الفارق الموسم ده. ساكا مش في مستواه، فما بتحسش بفرق. الفرقه بتكسب، الفرقه بتصنع خطوره، الفرقه بتسجل اهداف. اودجارد بقالك حوالي مباراتين او ثلاثه بتلعب بدون اودجارد، او بقالك فتره بتلعب بدون اودجارد، فالفرقه برضو مش متاثره. ايزي عامل موسم حلو قوي مع ارسنال الموسم ده. فانت رايس برضو مش عايزين نبخس بحقه، لان الراجل عامل برضو مباريات عظيمة جدا مع ارسنال. فالفرقة بصراحة متكاملة، الفرقة متماسكة، الفرقة عندها منظومة دفاعية قوية، عندها منظومة ضغط قوية، عندها منظومة هجومية قوية. فأرسنال لو فضل بالوضع ده ولو فضل ماشي على نفس الوتيرة دي، أعتقد أرسنال ممكن يعمل موسم تاريخي الموسم ده على الصعيد الأوروبي وعلى الصعيد المحلي، سواء الدوري أو دوري الأبطال. فهنشوف ارسنال هيروح لعند فين، وهل هيكمل على نفس المستوى ده ولا لا. خلينا بقى نروح للكبة التقيلة وهي كبة ليفربول مع ارني سلوت. بقى انت يا مفتري تخسر 4 في دوري الابطال على ملعب انفيلد ومن بي اس في. طب انت لو خسرتها من فرقة مثلا كبيرة زي ريال مدريد، زي برشلونة، زي سيتي، زي ما بي اس جي، كل الناس دي بايرن، اقول لك ماشي منطقية. انما بي اس في ده انت مش عندك دم يا جدع. عايزك بس تتخيل معايا ان ليفربول اخر مباراتين ليه في انفيلد بيخسر من نوتنجهام وبيخسر من بي اس في. ومش بس كده، ده بيستقبل 7 اهداف ومش قادر يحرز غير هدف واحد بس قدام الفريقين. لما يبقى عندك الوفرة في اللعيبة دي، كل التدعيمات دي الموسم ده، يبقى عندك لعيب زي صلاح، لعيب زي إيزاك، لعيب زي كيتيكي، كل اللعيبه دي ومش قادر ان انت تسجل اهداف، يبقى انت عندك مشكله. لما تستقبل كم الاهداف دي بكم المشاكل الدفاعيه دي، يبقى انت لا بقى عندك شكل هجومي ولا بقى عندك شكل دفاعي ولا بقى عندك اي حاجه تقدر ان انت تقدمها للفرقه. وفوق كل ده كمان خسرت ثقه اللعيبه فيك. اللعيبه اللي انت بعد كل خساره او بعد كل حاجه بتحصل في اي مباراه تطلع تسلمها للاعلام وتطلع تسلمها للجمهور، فانت خلاص اللعيبه ما بقتش واثقه فيك كمدير فني اصلا ان هي تقدم لك حاجه في الملعب. فانا بصراحه اللي مستغربه ان صبر اداره ليفربول على الراجل ده لعند دلوقتي ليه. كل ده عشان حقق دوري الموسم اللي فات، دوري اصلا انا مش مقتنع ان الشكل الجمالي او البطوله تحسب كلها للراجل ده. لان انت عندك اصلا كان السيتي واقع، ارسنال مش قادر ان هو يكمل ومش قادر ان هو اصلا يجاري الموسم زي ما قلت لك من شويه على ارسنال، بسبب الغيابات اللي بتحصل له وبسبب عدم وفرة لعيبه تقدر ان هي تسد الخانات اللي كانت بيفتقدها ارسنال على مدار الموسم. فانت بتتكلم ان الراجل اصلا لولا ان الموسم كان صعب على باقي الفرق في الدوري الانجليزي ما كانش هيقدر ان هو اصلا ياخد الدوري. وده ظهر في نهاية الموسم والمستوى اللي الفرقة وصلت له والهبوط الحاد في مستوى الفرقة وخروجه من دوري الابطال، خروجه من كل البطولات، ويخسر قدام كريستيال بالاس تقريبا في الكاس. فانت بتخسر كل البطولات وما خدتش غير الدوري بس. فهل الدوري اللي سلوت قدر ان هو يحققه ده شفيع ليه ان هو يفضل يعمل في الكوارث دي كلها ويفتقد مستوى اللعيبه ويفتقد الشكل والاداء في الملعب ويفتقد الروح وبتفتقد كل حاجه داخل الملعب؟ حتى الجماهير ما بقتش واثقه فيك، وحتى الملعب اللي كان كل الفرق بتخاف ان هي تروح تواجه الليفر عليه ما بقاش ليه الرهبه اللي كانت موجوده الاول. كل فرقه بقت تروح انفيلد وطمعانه ان هي تطلع بمكسب على ليفربول، وده اللي واضح وباين في المباريات اللي فاتت. بي اس في، نوتنجهام، تخسر قدام ده 3 وتخسر قدام ده 4، نتائج كبيرة كمان. يعني يا ريتك بتخسر واحد وانت مثلا ماسك رتم المباراة طول المباراة وماسك الفرقة والحظ هو اللي مش ماشي معاك. لا، انت اصلا مستواك هزيل، مش قادر تقدم اي حاجة. خلينا عشان مش هطول عليك اكتر من كده يا حبيب اخوك، خلينا نستعرض كده الاهداف اللي استقبلها ليفربول في المباراة. يعني عندك الهدف الاول من ركلة جزاء، كارثة من فان دايك. يعني كارثة دي كلمة شوية على اللي هو عمله. الراجل طالع في الركنية، طالع بإيده وبيطلع الكرة بإيده، وكمان سيبك من ده كله راح يعترض على الحكم عشان عايز الحكم يحسب له فاول. معرفش اصلا بيعترض على ايه، لان محدش اصلا كلمه. هو اللي طالع واخد الكرة بإيده، مع انه اصلا لو سابها تقريبا مش كانت هتشكل خطورة
على الفرقة. قدرت ان انت ترجع في المباراة وقدرت ان انت تحرز هدف التعادل، حلو كده، وتكمل على كده. لا، هدف تاني برضو، الكرة في نص الملعب، الراجل بيعدي من صلاح بمنتهى السهولة، مفيش ضغط. الراجل بيلاقي شارع مفتوح قدامه ماشي فيه براحته جدا، محدش بيضغط عليه عشان يلاقي زميله الناحية التانية جاي من ناحية كيركز، يروح عامل له تمريرة كده بينية عرضية، يوصل الراجل انفراد بتغطية سيئة من كيركز عشان يحرز الهدف. تقريبا خط الدفاع بتاع ليفربول كان بيعلق على بعضه في الضحك امبارح، لدرجة ان كوناتيه محبش ان فان دايك يغلط لوحده امبارح ويلبس الفرقة ضربة جزاء وهدف. لا، قال لك اما ايه، اعمل لي انا كارثة انا كمان والبس فريقي هدف. الراجل الكرة جاله عالية مش عارف يطلعها برجله، فالكرة بتقلش وبتعدي منه واللعيب بيروح انفراد. سيبك من ده كمان، يعني هو لحقه وفان دايك جاي يغطي، فهما الاتنين بقوا ضاغطين على اللعيب ضغط سلبي، مفيش شراسة في الضغط، مش عارفين يفتكوا الكرة من اللعيب. اللعيب بيشوط الكورة تيجي في القائم، الكرة بترد تاني. فاللعيب بقى رقم 11 اللي هو اصلا المفروض مع اسمه ايه كيرتس جونز، الراجل واقف، الكرة اصلا ما عملش الارتداد، يعني الكرة خلاص غلطة من اللعيب بتاعي والكرة خلاص بقت هجمة عليا، ارتد بقى انا واكمل في الهجمة عشان لو حصل اي حاجة والكرة قدرنا ان احنا ناخدها ابقى انا متواجد. لا، الكرة بترد، كيرتس جونز بص عليه واقف فين في الملعب، بص اللعيب اصلا اللي كان واقف جنبه وصل لفين داخل منطقة جزاء ليفربول عشان يسجل الهدف. مش كفاية بقى كده ونقفل صفحة الأخطاء وصفحة الأهداف ونقفل المباراة على كده؟ لا، فان دايك وخط وسط ليفربول قال لك لا، لسه في كمان شوية ضحك هنقدم لكم عشان خاطر تبقى ايه الليلة اكتملت على كده، ونلبس الهدف الرابع. كورة فان دايك الجارية المعتادة بتاعته اللي هو جاري لك بظهره وموطي لك لقدام ده، وباصص للكورة ومش باصص أصلا على اللاعب اللي بيتحرك في ظهره عشان تتلعب له بينية. اتفرج بقى على الضحك واتفرج على منظر دفاع الليفر وارتداد لعيبة الليفر. خلاص اللعيبة مبقاش عندها شغف، مبقاش عندها حماس، مبقاش عندها روح ان هي تقدم اي حاجة في الملعب. عشان خاطر اصلا انا معايا مدير فني كل مباراة بيسلمني، انا هيبقى عندي روح لمين؟ طالما انا المدير الفني اللي بره مش واثق فيا وكل مباراة يسلمني، انا هثق فيه ليه؟ فبصراحة انا شايف اللعيبة عندها حق، والسبب في كل اللي بيحصل في الفرقة دي هو ارن سلوت، ووجوده في الفرقة أكتر من كده تبقى جريمة من إدارة ليفربول في ظل وجود السكواد القوي اللي أنت قدرت توفره الموسم ده. أنا عايزك بس تبص على المنظر وتبص على الشكل اللي فيه لعيبة الليفر، وتبص الراجل واقف في مساحة فاضية قد إيه عشان يحط الهدف الرابع بمنتهى السهولة، وتشوف أصلا عدد لعيبة الليفر كام وعدد لعيبة بيس في كام. كارثة كارثة بكل المقاييس بتحصل في ليفربول في الفترة الحالية مع أرن سلوت. مش عايز أطول عليك أكتر من كده يا أخويا واللي عندي هنا يبقى إحنا وصلنا لنهاية الفيديو، ولو أنت وصلت معايا لعندي هنا ما تنساش تشترك وتفعل الجرس وتعمل إعجاب لأخوك كدعم ليه، وأشوفكم على خير والسلام عليكم.